مرحبا بكم مرة أخرى في قناة بشرى بي اف. كيف ما عودتكم الجديد اليوم إن شاء الله هنعدل معكم الملوزة اللي كيظهر لكم على الصور. هنعدل معكم على الطريقة الشمالية، يعني بالقوام البلديد شحال هذه. كيف كتشوفوا كتجي لذيذة وكتذوب في الفم، يعني إذا صدقوني إذا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. إذا ندوزو المقادير طريقة التحضير. كنعملو هنايا كيلو ديال اللوز، كنكبو عليه الماء حتى كيتغطى مزيان، كنشعلو عليه بالعافيه وكنخليوه يغلى. جهد ما كتقطع ديك الغليه الاوليه كنطفيو عليه وكنخليوه واحد المده ديال 5-10 دقائق، ومن بعد كنصافيوه من ديك الماء. من بعد كنزولو له ديك الماء كنبقاو نقشروه. طريقه سهله وواضحه كيف كتشوفوا في الصوره. كنقشروا هاد الكميه كامله بهذه الطريقه هذه، ومن بعد ملي كنكملوا اللوز كامل كناخذوا ديك الحبات ديال اللوز وكنغسلوهم مزيان وكنمسحوهم شي شويه سواء بفوطه او لا بكاغيط، ومن بعد كنفرشوهم بهذه الطريقه هذه. كنسرحهم هنا على واحد الرقعه، بطبيعه الحال خاصها تكون ديك الرقعه نقيه، والمطافي يعني نسرحهم يكون معرض من الهواء باش كينشف لنا دغيا، يعني واحد المده ديال ساعه 2 سوايع. هيداك مره كنقلبوه حتى كينشف بهذه الطريقه هيدا، كتبقى حتى كينشف مزيان. هنايا عندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير عندي سكر سبيسيال النوعيه الممتازه. هنايا عندي اللوز اللي ديجا طحنته طحنه الاولى، طحنته بوحديته، من بعد زدت له 3 كيسان ديال السكر وعاودته الطحنه الثانيه. عندي 2 بيضات كبارين، 2 معالق كبارين ديال الزبده، واحد ساشيه ديال الفاني، وقشور الليمونه صفراء. غنحتاجو هنايا المرملادة من الاحسن تكون ديال المشماش، وواحد الساشي ديال الخميره الحلوى، والماء زهر غادي نحتاجوه في اخر مرحله. بالنسبه للعقده ديال اللوز، طحنت اللوز المره الاولى، والطحنه الثانيه زدت له 3 كيسان ديال السكر وطحنته الطحنه الثانيه وطحنته مزيان حتى عطانا هاد العقده هيدا معلكه. هنا كنضيفو القشور ديال الليمون، تقريبا واحد 2 معالق كبارين ديال القشور ديال الليمون. ضفت هنايا الزبده 2 معالق كبارين ديال الزبده. كنبدا نخلط هاد المكونات كاملين كيف كيظهر، كنخلطهم مزيان بيدي. من الاحسن بهذه الطريقه هذه باش كتدخل الزبده في ديك التعليكه ديالنا ديال العقده اللوز. كنخلط هيدا مزيان، ومن بعد كنضيف البيضه الاوليه. كيف قلت بالنسبه للبيضات من الاحسن يكونوا كبارين. نضيف البيضه الاوليه وكنضيف الثانيه وكنبدا نخلطو. كنخلطهم هيداك، نجمع ديك الخليط كامل باش كنزيد نخدم ديك الزبده والبيضات مع اللوز. كنخدمهم مزيان، كل ما تعلكت كل ما كتعطي مذاق احسن. كنستمر بالتخلاط مزيان حتى كيتجانسوا العناصر كامله، ومن بعد كنضيف هنايا 2 معالق كبارين ديال مرملاده ديال المشماش. يعني حتى هاد المرملاده كتزيد لها واحد النكهه كتجي مزيونه مع ديك القشور ديال الليمون، كتعطي نكهه في الطياب ديالها، كتجي واحد المذاق غزال. نستمر بالتخليط ديال العناصر كامله هيدا، وكان بحال اللي كان عجنه. يعني كل ما خلطتها مزيان كل ما كتكون ديك العقده كتجي سهله حتى في الخدمه ديالها. كنضيف الساشي اللي درت دابا، الساشي ديال الفاني، وكنرجع نكمل الخدمه ديال العقده.
اخر حاجه كنضيف لها هي ديك الساشيه ديال الخميره ديال الحلوى. كنضيف الساشيه كامله وكنرجع نخدم العقده ديالي ويتجانسوا ديك الخميره وديك المكونات كامله. كنبقى نخلطها حتى كتعطيني هاد النتيجه هيدا، يعني هاد العقده هادي كتولي معلكه كيف كيظهر لكم هنايا على الشاشه. وبالنسبه للعقده كيف قلت خصها تجي كتجمع مزيان. المهم الطريقه ديالها كتجي بحال هيدا، هي كتظهر لكم هاد الكره اللي بين لكم هنا على الشاشه، يعني ملي كتجمع في يديك دغيا كتجمع. المرحله المواليه غادي تكون دابا نبقى نشكل الكويرات على شكل كويرات. تقريبا الوزن ديالهم بين 28 حتى 30 غرام في الوحده. غنبقى نكورهم هيدا ونعمل وندهن يدي بالماء زهر، ونرجع نعاود نكور الكره مزيان ونحطها في سكر كلاصي. وكيف كنقول بالنسبه للسكر كلاصي يكون نوعيه ممتازه، لانه هو اللي كيبقى قابط، واخا كيطيب كيبقى قابط مزيان في الملوزه. وبالنسبه للسكر كلاصي بهذه الطريقه هذه يعني كنمجمدها مزيان وكنبقى نتكاليها شي شويه من الفوق. الطريقه اللي كنعملوا لها اللي كانوا شحال هذه كيعملوا لها الناس ديال قبل، كنزوقوها بالمعلقه. يعني كنحاول بهذه الطريقه هيدا مع الجنب، كنبقى نميل المعلقه وكنبقى نزوق بها. هذه الطريقه اللي هي الصوره كتبين الديكور كامل. صافي كنشق هيدا مع الجنب، كنحاول ما نضغطش عليها، يعني كنقطع غير بصبع ديالي من الفوق بهذه الطريقه هذه. نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا نفس الطريقه غادي نعمل. يعني كنكورها وكندهن يدي بالماء زهر، كندهن يدي بالماء زهر وكنعملها في السكر كلاص. وبنفس الطريقه حتى كنكمل العقده ديالي كامله بهذه الطريقه هذه. وصلنا هنايا المرحله ما قبل الاخيره. كملت الحلوى ديالي كامله، عملتها في اللاطات. بالنسبه للفران شعلته من الفوق على درجه ديال 150 درجه، وملي كيسخن واحد شويه كندخل الحلوى ديالي كنشعلها من الفوق كيف قلت واحد المده ديال 5 دقائق 7 دقائق. الجهنه كتبدا تشقق ويتغير اللون ديالها شويه، كنرجع نشعلها من تحت. بالنسبه للطياب ديالها ما كتفوتش 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه. هذا هي المده ديال الطياب ديالها، كتكون كافيه باش تكون الحلوى ديالنا طيبه. وهنايا وصلت معكم من المرحله الاخيره اللي هي انني طيبت الحلوى ديالي. كيف كتشوفوا الملوزه كتطلع فنه كتحمق شكلا، وحتى في المذاق ديالها صدقوني المذاق ديالها كيجي رائع. بالنسبه اللي اكدت عليه بالنسبه للسكر كلاصي ضروري يكون نوعيه ممتازه باش كيبقى لاصق لنا في الحلوى ديالنا. وقبل ما نبداو نهزوا الحلوى ضروري خصنا نخليوها حتى تبرد، عاد من بعد نبقاو نستفوها. كيف كتشوفوا انا عطيتكم هنايا الوقت الكافي ديال الطياب ديالها، يعني 10 دقائق باقي كنأكد عليها 10 دقائق حتى 15 دقيقه. وكل واحد طبيعه حلو الفران ديالو. المهم الجهد ما كتشقق وكتبدا يتغير اللون ديالها، كنشعلها من تحت كتعطينا هذه النتيجه هذه. ومن بعد ملي كنخرجوها كنخليوها تبرد على خضره، عاد من بعد كنبداو نهزو. هنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. نتمنى لا فيديو والوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس باش يوصلكم كل جديد، وتضغطوا كذلك على اللايك اذا عجبكم لا فيديو ديالي. وما تنساوش كذلك تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي. نتلاقاو في فيديو اخر ومع وصفه جديده ان شاء الله. في امان الله.